في إطار برنامج القوافل الطبية الجراحية المنظمة من طرف الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي. اليوم متواجدين بولاية معسكر لإجراء فحوصات وعمليات جراحية وحقن التوكسين، وإن شاء الله احنا الهدف تاعنا الأول هي رفع القبض على هذه الأطفال والعائلات تاعهم، وإن شاء الله العملية متواصلة لمدى 3 أيام إن شاء الله يا رب. المعالجين الفيزيائيين هذه في الجزائر ويشرف على عندنا عدة مكونات خرجوا من المسجد، وحنا ان شاء الله البرنامج اللي راح تبنيه في مراكز ان شاء الله هو غادي يشرف بحول بمناسبة التكفل بمرضى الأطفال ذوي الإعاقات والشلل الدماغي. هذه الفئة التي تقوم برعايتها هذه الجمعية بظروفها وبأطقم طبية متخصصة. أخرنا لهم يعني كل الإمكانيات المادية والمعنوية حتى نتكفل بأكبر عدد من هؤلاء المرضى على مستوى ولاية. اليوم انتهاء من المخيم الطبي الجراحي بولاية معسكر، وهذا بفضل الله، بفضل الطاقم الطبي، بفضل الناس اللي رافقت هذا البرنامج. اليوم الأول كان لفحوصات طبية لحوالي 84 طفل، واليوم الثاني أيضا كان الفحوصات الطبية حوالي تقريبا 30 طفل، وبعض العمليات الجراحية اللي كانت معقدة اليوم الثاني. وأيضا اليوم الثالث هو أيضا كانت فحوصات طبية 42 طفل واثنين عمليات جراحية فنية مستعصية، 20 طفل لحقن التوكسين، والآن العملية أيضا متواصلة لجوج أطفال شفناهم التوكسين لحد الآن هي متواصلة. وقت علاجي وتشخيصي لأطفال الشلل الدماغي بمستشفى مسلم الطيب ولاية معسكر، وأعطيناهم نصائح للعلاج الطبيعي والتأهيل الحركي فيما بعد ما ينحوا البلاتر، والبعض الآخر دنروا عمليات جراحية. تمام. وبعد إنهاء العمليات الجراحية إن شاء الله سوف نقوم لهم بالتلقين ونفهمهم كيف يديروا عمليات التأهيل الحركي لإنجاح العملية العلاجية. أنا أطباء مجموعة من الأطباء جينا باش نديروا التشخيص والعلاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي. الحمد لله شفنا عدد كبير من الأطفال، وإن شاء الله نكونوا إحنا فدناهم وفدنا الفريق الطبي تاع المستشفى مسلم الطيب، وإن شاء الله تكون هناك أيام أخرى نقدروا نساعدوا فيها الأطفال.